ما عرف أن سيدتنا خديجة أغضبت رسول الله أو حصل بينها وبين رسول الله موقف أو شحنة أبدا. وهذا ما لم يحصل لامرأة في الكون، ما حصل لامرأة، هذا الشيء ما حصل لامرأة في العالم. ولقد سمعنا أن امرأة في العالم ما حصل بينها وبين زوجها حتى شوي، ولا مرة، ولا مشكلة، ولا كلمة. هذا أكبر درس في حياة سيدتنا خديجة رضي الله عنها، والذي نريد النساء اليوم يتعلموه. سيدتنا خديجة صبرت، تحملت مشاكل كثيرة، ولكنها ما رأى منها رسول الله إلا ما يرضيه وما يفرحه وما يسره. سبحان من جعلها كذا. من الذي سخرها؟ إن الذي سخرها لسيدنا محمد هو الله، أهلها. مع أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات كلهم التسع الذي جاءوا بعد سيدتنا خديجة حصل بينهم وبين النبي مواقف، في احتكاكات، أغضبوه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب منهن إلى حد أن خيرهن بالطلاق، أن يطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا ويعطيهن الدنيا. لكن سيدتنا خديجة ما عرف ولا ذكر ولا سمع أنها جرحت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم أو أساءت إليه أو صار بينها وبينه أخذ ورد، ولا مرة. حتى قبل البعثة، قبل أن يكون أصلا هناك وحي أو دين. لا شك أن هذا إعجاز، وأن هذا اختيار من مولانا سبحانه وتعالى في علاه.